ابدا واحده واحده عشان هندخل الطريق اللي جاي يمين. هتدي اشاره يمين، ارفع الاشاره كويس، برافو. بص في المرايه هتلاقي في واحد جاي اهو، شيل بنزين الاول، سنه صغيره فرامل. هو هيعدي الاول عشان هو شاف ان احنا مدين له اشاره فزمر لنا. بعد ما سبته عدى هبدا ان انا اخد الطريق اللي هيطلعنا على الطريق التاني اللي بره السجن. تمام كده؟ يبقى احنا دلوقتي نراجع بقى مع بعض كده اللي احنا خدناه في الجزء ده. اول حاجه واحنا طالعين من الاستاد احنا بدانا ان احنا في شارع 3 حارات. الشارع اللي 3 حارات ده ادام احنا في شارع حارتين فيما اكتر، انا ادام ماشي مستقيم بمشي في النص. ليه بمشي في النص؟ علشان انا لا رايح يمين ولا رايح شمال. مجرد ما احنا طلعنا من الشارع ال3 حارات ده دخلنا على كوبري يمين عشان يدخلنا طريق فردي. الكوبري اليمين والطريق الفردي انا بمشي قول معايا يمين. ليه؟ لان اليمين على ضيق، الشمال على واسع. بعد كده دخلنا في الطريق الفردي بقينا ماشيين اليمين عشان اللي جاي في المقابل ماشي هو كمان جنب الرصيف يمينه هو. بعد كده بدأت ان انا اتحرك لغاية ما وصلنا لطريق زي اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي يا جماعة، كلنا رايحين طوالي. في الحالة دي ايه؟ ناخد حارة من الاتنين. حارة من الاتنين عشان امشي ايه؟ مستقيم. دلوقتي احنا طالعين على طريق سريع. تعالوا بقى نشوف التعامل مع الطريق السريع ده بيبقى عامل ازاي. ومن الفيديوهات اللي احنا كنا مصورينها قبل كده مع ناس تانية على الطريق السريع قلنا ان الطريق السريع ده لازم يكون فيه حذر شديد جدا. مش علشان هو صعب، بالعكس الطريق السريع اسهل من جوه البلد. بس الغلطة في الطريق السريع بفورة. الغلطة في الطريق السريع بفورة. العربيات غالية اليومين دول يا جماعة، كله ياخد باله. طيب هنبدأ ناخد الطريق السريع ازاي؟ شرحت انا في فيديو قبل كده ان احنا عشان ناخد الطريق السريع واحنا داخلين دخلة الطريق السريع ندي الاشارة وابدأ ان انا اخليني في اقصى اليمين. يعني اول ما نبدأ نحوت كده ونعدي الحاجز ده هنبدأ بقى نشوف الدنيا ماشية ازاي. سن البنزين الاول عادية توصلك للمكان اللي انت عايزه. تمام؟ مش عايزين قلق، مش عايزين خوف، عايزين قلبنا جامد مش قلب خصايه. سن البنزين برافو، جميل جدا. بالراحه بقى عشان ايه نوري للناس. اول حاجه هتبص في المرايه، في حد جاي يخبطنا؟ لا. حلو. العربيات ال4 ولا ال5 دول جايين بعيد اهو. انا خدت اقصى اليمين وبعدين بدات ان انا ازود سرعه، وطبعا كنا واخدين يا جماعه اشاره يمين. يبقى انا وانا طالع الطريق بدي اشاره يمين، ببدا ان انا احود الدركسيون علشان ان انا اخد اقصى اليمين. يبقى احنا كده خدنا ايه؟ خدنا ان انا اخد اقصى اليمين وابص في المرايه كويس. ليه؟ علشان وانا بلف ما يجيش حد يخبطني من ورا. تمام؟ الطريق السريع بقى بيبقى محتاج سرعه، وادام الطريق السريع محتاج سرعه يبقى انا لازم ان انا ازود. بس مهما كانت سرعتي مش هتبقى زي سرعه اللي جاي محذوف من ورا. فانا وانا ماشي على اليمين ببدا ان انا اتحرك واحده واحده وانا بزود سرعه. وزي ما انتم شايفين الخطوط اللي على الارض دي معناه ان احنا نقدر نتجاوز بعض. طيب ابدا زود سرعه عشان نعرف ازاي هنتجاوز الموتوسيكل اللي جاي ده. دلوقتي يا جماعه في موتوسيكل هناك اهوت احنا هنبدا ان احنا نتجاوزه. زي ما انتم شايفين كده انا قربت الكاميرا اهو. اول ما هنيجي عند الموتوسيكل زود يلا جامد، زود برافو شاطر. ادي اشاره شمال، اتاكد ان الحاره اللي جنبك ما فيهاش حد. بدات ان انا يا جماعه اتجاوز اهو لغايه ما وصلت عند الخط. ادام ده موتوسيكل حاجه صغيره ما تحاولش انك انت تتجاوز اكتر. وبعد كده بعد ما شفناه في المرايه لقيناه ورانا ابدا ان انا ارجع تاني مكاني. دي الحاله الاولانيه في التجاوز، ان انا سرعتي بسيطه وعايز ان انا اتجاوز واحد سرعته اعلى مني سنه، فببدا ان انا اعلي سنه. طب لو انا بقى سرعتي اقوى وعايز ان انا اتجاوز حد اسرع، ابدا خد اشاره تاني شمال وابدا تجاوز لحد ما توصل لنص الطريق. سن البنزين برافو، انا معاك اهو ما فيش اي مشكله. سن البنزين يلا عشان نعدي الجرار.
ايوه. بصوا يا جماعه، جرار هناك اهو. تمام. احنا دلوقتي بنتجاوز اهو، بس لغايه ما نبقى في الحاره بتاعتنا اللي جنبه، ما بين الخط ده والخط ده اهو. انت اديته كلاكس اهو، لانه بدا هو كمان يتجاوز التوك توك اللي كان واقف ده. فاحنا بدانا ننقل حاره كامله من الحاره اليمين للحاره اللي في النص. زي ما انتم شايفين كده، احنا ماشيين كده في النص بين الخط اليمين والخط اللي هو الشمال ده، الخطوط اللي على الارض دي، وماشيين زي الفل ما شاء الله. ودايما عينينا على هدف بعيد جدا. انت طول ما انت عينيك على هدف بعيد انت هتبقى كويس جدا في السواقه. لما بتيجي في مكان مزدحم بتبدا انك انت عينك على العربيات اللي قصادك، لانك مش هتقدر تبص يمين قوي، مش هتقدر تبص قدام قوي. هنبدا ناخد يمين بالراحه. تمام. وهتبدا تاخد بالك انك ما تدوس على الخط. دايما امشي في وسط الحارتين. برافو 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 برافو. كمان كمان. برافو برافو. ايوه جميل جميل. لسه هو الدوران كبير شويه بس رخم. يلا سن البنزين زي ما انت، ما تقللش السرعه، لان انت مش ماشي على سرعه عاليه قوي. تمام كده. ايوه 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 ايوه. ما شاء الله جميل جدا. انا ليه سقفت؟ لان فعلا الدوران صعب يا جماعه. الدوران كبير جدا ويعتبر بيلف زاويه 45 درجه وبسرعه، وفي نفس الوقت احنا ما طلعناش في الحاره بتاعتنا. سنه فرامل، كمان سنه كمان سنه كمان سنه كمان سنه كمان سنه. عيني في المرايه اللي في النص. لا جديده علينا دي يا كابتن، معلش اتكلم معانا. التريلا قطعت فجاه، راحت طريق للقاهره واحنا مكملين طوالي، وفوجئنا انه ماشي بعرض الطريق. بدات ان انا اقلل سرعه تدريجي، وفي اخر لقطه لازم اكون باصص في المرايه اللي في النص. ليه؟ ابص ليه في المرايه اللي في النص؟ عشان لو حد جاي مندفع هيخبطني اخد باله. هو جاي مندفع فممكن الفرامل تخونه، فابدا ان انا اهدي اكتر شويه علشان هو ياخد وضعه. يعني اعمل ايه عشان ما نتلخبطش مع بعض كده. انا وانا داخل كده تمام، فجاه لقيت التريلا لازم ان انا اخد فرامل اكتر. باخد فرامل بس وانا مركز قدام على التريلا، وانا مركز في المرايه ان محدش جاي يخبطني من ورا. طب فرضا لو حد ورايا مندفع، هبدا ان انا اتزنق شويه ناحيه التريلا بس اديله مسافته وهو يلحق من ورا. انت فهمت الحته دي؟ اللي هو بدل ما انت تاخد وسعه قوي، لا انا هطلع شويه قدام على التريلا. هنطلع طوالي نعدي بس الناس دي سنه شمال كده، لانه قطع عليك طبعا قطعه وحشه جدا. هو المفروض عشان يجي يعديني يستنى لما انا اعدي الطريق ويعدي من ورايا، بس طبعا احنا ما عندناش الكلام ده في مصر. صح؟